من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة قفك سورة الجمعة أخرية هبينك الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين العتيق فيما بينه وبين البيت العتيق وحالله إفيا إنت إساقا نور باوسو لصيا وإفنا يا إساقا إيو مكا إنت ودحله أحاديث أبي سعيد الخدري لقوريه يا كصاب سن مسألة التاني ما مرفوع با مسوى موقوف وحيلين موقوف نمضى صحيح نما بدن حديث كشيغي ليلة الجمعة أو يوم الجمعة ما الصحيح با مس الصحيح معها أولا وحيسكوها فقسيين إن صورة النور كأيلا ضي حديث كسار أرتين يشرتو أما إن الجمعة هجار كنت هي أنا يجار كواهين جمعة هنا يجار كنت هي هشيم ومن رجال البخاري هشيم بن بشير باورينية لكن واحد خلافي لبا إمام أئمة دواوين حديث كمل الشعبة هي سفيان الثوري كعلماء قارنا ويسوافشي أنا واحد حديث كساس وكوا صحية وما لتجمع الآخرية شيخ الألباني بكمل الرجع ساكت تجي رجع بدنا ويكل الرجحانة واحد هذان هشيم يوم الجمعة هي أنت شيخ يوم وديراد واحد جمعة يوم كذي هبين كذا كساب سنة تونا ما صحينه إنه نخرس كذا لقى حلو نور كاسي أي أصحي أو رواية مركاسي أي تلماميان سفيان الثوري هي شعبة أي بدنيه لكن علماء بدن وعلماء الحديث كم ده جودهان ويا صحية صورة ما كان حية صورة هي علاقة يدا كان حية الدجال محيتي حديث واحد المامسة حديث بدن وصاء رورتي أو أنت الله آخرين أيه كوكا لقيت من قرأ سورة الكهف كما أنزلت حديث أبي سعيد الخدري رواية كيس قاربة وحليه من قرأ سورة الكهف كما أنزلت ثم خرج إلى الدجال لم يسلط عليه أو لم يكن له عليه سبيل نك آخرية سورة الكهف سيدي أيو سودك تيو آخرية أن كتبر سنين لقما يتحامو الدجال وصاب حد بيتنا الدجال لقما يتحامو رواية كلا وحي آخر شيء جيسة طبعا كآيات وجوه الرأية وحديث أبو درداء من قرأ 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال 10 آيات ويطلق ضي طبعا آيات كم يدو رواية كلا وحي شيء جيسة طبعا كآيات وجوه الرأية لكن حفظ بيشيء جيسة من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال رواية كلا شيء جيسة آخرك رواية كلا شيء جيسة قراءة بين يتحفظ بين أنا يحين فواتح الصور حتى رواية كقاربة شيء جيسة صدح مركز نسكو صد وضوبنه سورة الكهف وحكم إذا أمد ما أنت يضل آخريه والرئيسية الدنبيسية مال دحية صدح مذا تراه دبا سورة داسية الله آخريه waxay qofka muslimka ka xijaabtaa balada ugu weyn ee dunida soo maraysa bal aanay jirin bal ka weyn dunida waxa mushkilad ka dhici doono oo dhan waxa ugu weyn dajaal nabigu wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam ma bayna khalqi aadam ila qiyam as-saa'a aadam abuurkiisa ila inta qiyamuhu ka dhacayo بلك ويني من ما يسد دجال بالنبي ويري ولذلك بالنبي قصيده وقد يدقي حديث الصحيحة أي صحابة قاركوت بقين با أو يصير هذا الملا ما لهن الدوبة بتشوجا مطروق سنة الدجال كان والنبي قصيده تنو قد يجيه وأمر كده ما هو النبي قو أركينا يبقى يانا ويري ما دجال كان دين تلماما كبقى يسان هذا الليلي وحولي أنت هنشوجنا أنا حجيجة أنا دود يا أنت شوكرا إذن كبلا إذن كسو قاري ميسو هذان أنا قال الله يوفصدنا هل كاسك كقرنت إنه قال يهوي القرولية ومسلم ولا بو قرنا يا ابو النبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام مدي ذيك قرصومية معها هذا بس صورة دتن يا آخرين تيدا هي الدجال محاكا دحية الإمام الندوي رحمة الله عليه وعليه الرسالة ما كتاب عان والله يداده الصراع بين المادية والإيمان
risaalada wuxuu kaga warramayaa tafsiiru suuradatan iyo tafsiirkeeda wuxuu leeyahay anigoo yar baa laygu ababiyey inaan suuradatan akhriyo jumco kasta waan akhriyi jiray markii dambe ana cilmi alxadiid wax ka bartay inay axaadiista dhiiri gelinaysaan arkay buu yidhi markii dambena mufasir baan noqday buu leeyahy jaamacatu lagno tafsiirka ka akhriya oo dabeetana cilmi tafsiir baan sii dhex galay laakiin su-aal baan in badan isweydiinayay buu yidhi oo ah suuraddan waxaa la yidhi qiraa'adeeda iyo akhriskeeda dajaal bay celinaysaa maxaa ka dhexeeyaan in badan isweydiinayay buu yidhi dajaal talow iyo suuraddan maxaa ka dhexeeya calaaqada ka dhexaysaa maxay tahay wuxuu ku gebagabaynayaa oo isagu ijtihaadkiisii markaasi uu siiyey isagoo qur-aanka oo dhammi uu nuur iyo faa'iido yahay qur-aanka oo dhammi shar oo dhan la dagaalamayo qur-aanku yahay risaaladii xagga rabbi ka timi subxaana wa tacaala haddana wuxuu leeyahay waxaa jirta suuradda tani inay akbar maadda waqsariha فيما يتصل بفتن العهد الأخير وكجرو ما دد أقول علوس أقول حاجة بدن له الله حديدا فتن كغيب كإيمان دونا الدجال كوكي هيبة ترتبولي وحد تلما ما مركها لفظ كان دجال الدجال من الدجل دجل الصيفة أي موها أو طلاه بالذهب أريق دجل وحويا وحمرك الله ده صاره dheehu markaa waxa rasmigiisii wuu qariyaa waa waxaan jirin baa lagu tusay maadadii rasmiga ahayd ma aragtid dajaalka markaa sidiisaba kadaabka la yiraahdaa beenaalaha waxaan jirin budda ku dheehaya oo raba inaad run u qaadato fa huwa dajaal dajaaladana waxa ugu weyn kuwa diinta beenta ka sheegay dheeha ama waxaan diin ahayn dadka diin uga dhiga dajaal waa wax tamwiihiyo waa ka ugu weyno wuxuu sheegan doonaa dee ilaahnimo iyo nabi wax weyn buu sheeganayaa wuxuu isku dayayaa inuu diintaba dadka ka saaro walidalik baa nabigu calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka asaxday waa ka tilmaamaya xadiidkii xudayfata bnu lyamaan uu warinayay waa ka sheegaya haddii dajaalku uu yimaado inuu wuxuu samaynayaa uu yahay iman doono isagoo wata biyo iyo dab naar labadaa isagoo watuu iman doona xadiidka laba saxaabaa wada warinaya oo isoo markhaati furaya cuqbata ibnu camr abi mascuud alansaariy yani ribciy ibnu kharaash baa cuqba iyo ka wada warinaya xudayfa cuqba u yimi xudayfa oo weydiinaya su-aasha markuu sheegaa buu leeyahay anna sidaa aad sheegtay baan ka maqlay nabiga calayhi salaatu wasalaam yani labada saxaaba isku waafaqaya xadiidka xadiidku wuxuu sheegayaa saxiixu muslimka ku yaala dajaalku inuu iman doono isagoo biyo iyo dab wata nabigu wuxuu leeyahay markaa fa ama alladii yaraahu nnaasu maa'an fa naarun tuxriq kanay dadku moodayaan biyaha waa dab wax gubaya buu nabigu yidhi kay dadku moodayaan dabkana fa maa'un baaridun cadbun buu nabigu yidhi waa biyo qabow oo macaan فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه النار ونكي دجال سو غادو كو دبك كو شيغايو كو دعابو النبي عليه الصلاه والسلام كو يسو دبك كو شيغايو كا كو دعا كاسا بيابو النبي لي قبو فانه ماء عذب طيب اي حديث كو تلماميا حديث كان سيدا و شيغايو اما الدجال يا جروب كلا سocdo dhamay sheegayaan waa dadku xaqiiqada in laga lumiyo waxaan ahayn loogu sheego